طيب الناس بقى اللي حابة تسافر، احنا كنا اتكلمنا قبل كده في بودكاست قبل ده، ولكن الناس اللي حابة تسافر عن طريق الجامعة، انها تدرس، انها تاخد ماستر، انها حتى لو اي اس ال، لو عايزة تدرس حتى ام بي اي، وعايزة تدرسها بس مش قادرة تسافر، ما عندهاش مصاريف سفر، فعايزة تدرسها بس اونلاين. والله نصيحتي اي واحد معاه بكالوريوس، اللي هو بنسميه باتشر ديجري او ليسانس، الاثنين اسمهم باتشر ديجري، تمام؟ او نظام الكريدت اورز اللي هو مجمع 120 كريدت اورز اتليست، او نظام الباتشر ديجري في بعض الدول في افريقيا واسيا بيبقى الباتشر ديجري عندهم 3 سنين. كل ده اكسبتد في امريكا، ماشي؟ اوكي. الجي بي اي بتاعه من 3 ل 4 اكسبتد، لو من 2.5 ل 3 اكسبتد بس ويز كونديشن، من 2.4 لحد 2.5 اكسبتد ويز كونديشن، اقل من 2.4 اكسبتد ويز كونديشن بس يبقى دبل كونديشن، تمام؟ اهم حاجه ان يكون طالب معاه باشلر ديجري او ليسنس او بكالوريوس 3 سنين، اوكي. وبيدخل على انجلش تيست بسيط جدا اسمه ديلينجو انجلش تيست، لو جاب 90 من 160 اكسبتد، ده يبدا كلام جميل. رحله جميله ظريفه، رحله اسمها رحله الماستر ديجري، يدرس 2 سنين ويشتغل 5 سنين ده كلام جميل من جدا. خلال برامج حكوميه رسميه تحت اشراف الجامعات، وجامعات بتشتغل تحت اشراف الحكومه، وبرامج اسمها 2 سنين CBT وسنه OBT، وبعض البرامج بيبقى ليها 2 سنين كمان اضافيه، اسمه الستيم او اه. الاستنشن للاو بي تي. في برامج بيبقى ليها 2 سنين بس CBT وسنه OBT، في برامج بتبقى بتاخد كمان سنه اضافيه بس.